ازاي تخلي الشخص اللي انت بتحبه يفكر فيك ويتأثر بيك عاطفيا من على بعد؟ او ازاي يكون عندك جاذبية ويتحسن سلوكه وتصرفاته من ناحيتك من غير ما انت تطلب منه ده؟ قانون الانجذاب بيقول لك ان الشيء اللي انت بترسل له الطاقه بتاعتك بترجع لك تاني الطاقه من نفس النوع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دايما عندك انت في عقلك الباطن زي ترددات موجيه زي بتاعت الموبايل، بس احنا مش بنشوفها مش بنحس بيها، بس هي حقيقيه جدا. زي اللي هو التواصل الجمعي مع الناس اللي حوالينا، لما بتفكر في حاجه بتطلع منك طاقات بتجذب لك الحاجه دي. ده شيء معروف ومؤكد ومثبت علميا. على الصعيد العاطفي ما بيننا وبين الناس اللي احنا بنحبهم، نظرتك انت تجاه نفسك هتخليك انت تتأثر وهو يتأثر. ازاي؟ يعني مثلا انت لو شفت ان الشخص اللي انت بتحبه ان هو اللي اعلى منك وان انت اللي محتاجه وهو مش معبرك، حتى واذا كان دي حقيقة واقعية فعلا، انت هتزودها. تمام. فدايما لازم تعرف ان تفكيرك تجاه شيء بيصدر طاقة. خلي دايما توقعاتك ايجابية عشان تخلي شخص معين يفكر فيك. انت لازم لما هو يجي على بالك او تفكر فيه تقول ان هو اللي محتاجني. تدي توكيدات ايجابيه لعقلك الباطن ان الشخص ده هو اللي محتاجني، انك تبص لنفسك من منظور اعلى. مش عايز اقول ان ده كلام بيتقال وخلاص، لا، الكلام ده حقيقي فعلا وناس كتير بتجربه، وبالذات الناس اللي معايا في الجلسات الخاصه. التوكيدات الايجابيه من العقل الباطن دي بتاثر طاقات بتطلع فبتجذب شبيهتها من نفس النوع. دايما خلي عندك تفكير ايجابي، خلي توقعاتك ايجابيه. الشخص اللي انت بتحبه متغير معاك واسلوبه وحش معاك، بدل ما تتوقع الاسوأ ان هو هيزود الاسلوب ده معاك اكتر، لا، توقع ان هو هيتعدل. دايما حس من جواك انك اعز واقوى من ان هو يعاملك بالاسلوب بالطريقه دي. ما تطلبش منه الطلب بطريقه مباشره طالما هو مش بيتغير، بس على الاقل غير طريقه تفكيرك انت. عزز نفسك، ارفع نفسك، ارفع طاقتك من جوه، علي الطاقات بتاعتك وتوقع توقعات ايجابيه. حتى لو ما حصلتش ما تحسش بالاحباط، على الاقل انت من جواك هتتغير. في كده اللي هو في التروس اللي شغاله جوه مخك دي، انت ضفت مؤثر خارجي، ضفت شويه بهارات غيرت لك طعم الطبخه بتاعتك. فدايما بص لنفسك بمنظور حلو، بمنظور ايجابي. ادي نفسك طاقه ايجابيه. توقع توقعات ايجابيه. حس ان انت اعلى. دايما حاول على قد ما تقدر تحيط نفسك بالناس اللي بتدي لك طاقه ايجابيه. هتلاقي في فرق كبير جدا في حياتك وهتجذب ليك الحاجه اللي انت عايزها.